دوكا بعد ما طاب لي الدجاج تاعي كنت مرقته وطاب لي الدجاج تاعي، حكمت هذاك الصدر نحيته وخليته برد وفتته بيان. من بعد جبت 3 بيضات، درت لهم شويه برك تاع ملح باسكو ديجا الدجاج راهو ملح. الفرماج ديجا راهو مالح. نزيد له شويه تاع معدنوس كنت غسلتها وقطعتها، ونزيد له حوالي نصف فنجان تاع لاصوص اللي كنت طيبت فيها الدجاج. نحي قيمة نص فنجان نزيدها للطبقة الأولى تاع الدجاج، ونزيد قطعة هكا تاع جبن أبيض قطعتها مربعات، وزدتها الخليط البيض والمعدنوس، ونزيد ملعقة كبيرة تاع لا شابلور لهنا راح يعاون الدجاج تاعي، راح يخليه طري. الطبقة هذيك راح تجي طرية وما تجيش ناشفة. نزيد هذاك الدجاج تاعي اللي كنت فتته نزيدو للخليط ونخلط بيان كما راكم تشوفوا هكذا باش البيض تاعي يقيس جميع قطع الدجاج. بعد ما خلطتهم دوكا عندي بلاطو تاع الدجاج، ما تستعملوا اي بلاطو خاص بالفرن عندكم. دهنته بالزبده، فوت عليه الزبده مليح باش ما يلصقليش، وفرغت فوقه هذاك الخليط كما راكم تشوفوا. حاولت نسوي السطح بالفرشيطه ودخلته الفرن جوست ما يبدا يدخل له الطياب شويه برك نحيه. من جهه اخرى انا قاعده نوجد في الخليط تاع الفيونداشي. لهنا الفيونداشي تاعي طابلي، جبت 3 بيضات، قطعة جبن أبيض، ملح شوية معدنوس، وزدت عاودت نفس الطريقة تاع الدجاج اللي درتها مع الدجاج. خلطتهم، زدت كذلك متنساوش الملعقة على شابلور مهمة بزاف تخلينا قلت لكم الطبقة تاعنا طرية وميش ناشفة. فوالا لهنايا كما راكم تشوفوا هذه الطبقة الأولى تاع الدجاج كان بدا يدخل لها طياب، ما خليتهاش طيبة البنات باسكو راح نزيد نحط الطبقة تاع الفيونداشي وهكذا راح تنحرق وقادرة تشيح لكم ليسونسيال. لهنا جبت جبن وبديت نفرش فيه فوق هذيك الطبقة. ما كثرتش انايا الجبن باسكو درت فرماج ديجا في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية، والفرماج كما نعرفوا يزيد يطلق في لاصوص راح تجينا الدنيا مالحة ومعمرة فرماج. ما حبيتش ندير طبقة خشينة، نتوما إذا حابين ديروا طبقة خشينة ديروا. فوالا لهنا زدت هذيك الطبقة الثالثة تاع لا فيونداشي، زدت عدلتها بالفرشيطة ولا الملعقة ودخلتها الفور. هاي ليكم لهنا بعد ما طابت لي هي سخونة. وانا نزيد هذا الفرماج الخاص بلي ساندويتش ولا الهامبرغر نزيدو فوق هذيك الطبقة. هي سخونة باسكو الجبن هذا كما نعرفوه هو سريع الذوبان، راح يذوب ليه ويعطيكم واحد الملمس رائع. وانايا دخلته شويه للفور، هو كان سخون وانا دخلته مام با 2 مينوت خرجته. وهاي لكم النتيجة كما راكم تشوفوا لهنايا. هذه هي نتيجة طاجين الجبن تاعي.